تقف أمامي ولا تفعل شيئا؟ أرسلت قائد الشرطة للبحث عنه يا مولاي. هو الملك الذي فعلته بنفسك. كنت عرافا محترما في البلاد. وما زلت هنا؟ ما الذي أخرك؟ عليك أن ترحل في الحال. عراف، طرق عديدة للاختفاء. الحل يا مولاي أن تمنحنا بعض الوقت. لماذا لا تتكلم؟ أين كنت؟ دراهم مال دراهم. ما شاء الله عد مبكرا. يقولون أن هناك دجاجة تبيض كل عام بيضا. الدجاجة التي وصفتها هنا في هذا القدر لمحتها ونتفت ريشها. عالم كله ضجيج، صياح، صراخ، يأخذنا النهار ولا يردنا إلا الليل. هذه المناسبة سوف أعطيك جائزة الملك. انقضى حياته ذليلا. أجل ذليلا لا يمكن أن يرى غير الذل. يا إلهي يا بكارثة. لقد مات الملك، لقد مات الوزير. وأنا أشاهد باكورة المهرجان المسرحي لطلبة قسم الفنون المسرحية في معهد الفنون الجميلة، أن أرى طلبتي الذين هم أساتذة في هذا المعهد يشرفون على طلبة من تلاميذهم ليقوموا بأعمال مسرحية جديدة. وهذا يعني أنه الأمانة التي وضعناها في أعناقهم حملوها بأمانة وحكمة وعلم لكي تتواصل هذه المسيرة الفنية مع هذا الجيل الجديد. خطوة جميلة ومباركة قام بها معهد الفنون الجميلة للبنين قسم المسرح باستذكار قامة من قامات المسرح الأستاذ الراحل الأستاذ فريد عبد اللطيف بتسمية العروض لطلبة هذا العام في اسمه. ما قدمه قسم المسرح في هذه السنة من عروض مسرحية وتجارب لطلبته هي نتاج وجهود أساتذة أبدعوا في عملهم، وكذلك طلبة امتازوا بإداء متميز. حقيقة بيضة الملك تتكون من عدة شخصيات تتحدث عن أحداث واقعية، الكوميديا السوداء اللي تكون هادفة في أغلب الأحيان، تتحدث أن السعادة لا تأتي بالمال ولا بالسلطة. الشكر للممثلين ولمخرج العمل طالب عبد الله. أشكر معهد الفنون الجميلة وأشكر قسم المسرح لمساندته لهذا. شكر إلى كادر المعهد الإعلامي طبعا اللي هو يواكب الأعمال والنشاطات في معهد الفنون الجميلة. اليوم كان لدي مشاركة في مسرحية بيضة الملك من إخراج الطالب عبد الله أحمد العمر، وكان دوري اللي هو باع الدجاج الذي يتحدث أنه يكون شخصية ضعيفة في المسرحية والذي يقومون الناس بإرباكه وبتوبيخه دائما وقتله وهو لا يعلم شيء، فكان أداة في هذه المسرحية من خلال زوجته لقتل الملك. أحب أقدم شكري لزملائي المرحلة الخامسة في قسم الفنون المسرحية والمرحلة الرابعة وللكادر التدريسي ولإدارة المعهد المتمثلة بدكتور رعد الحسيني.